نفسه. فبالتالي مش عايز اقول مين اللي ضده ومين اللي مش معه ومين اللي. طب هل هذا الاعداد للنفس بهذا الشكل اللي بتتحدث عنه يمكن ان يصطدم مع قناعات راسخه وثابته لدى المثقف المصري فاروق حسني؟ اولا يعني في شيء مهم لازم الواحد يبقى يكيف نفسه على الوضع اللي هو يكون فيه. يعني اما انت تقول ان انا هبقى في مثلا مدير حته فلانيه والمكان ده له حدود، اعتقد ان لابد انت تضع نفسك في الحدود اللي هي فيها المسؤوليه. وانت موجود مسؤول في وزاره ثقافه مصر وموجود برضه في المنطقة العربية، ودي مسؤوليتك في نفس الوقت زي ما احنا مسؤوليتهم، دي مسؤولية متبادلة، وبالتالي ان مصر بوابة الثقافة العربية للعالم. وبالتالي لازم تحط ده في ذهنك. يعني انا لما جيت انا قلت لا، ثقافة مصر والعالم العربي وكيفية التعامل بالجسور الأولية وبعد كده جسور للعالم الخارجي. اما اجي بقى افكر وانت بتفكر لعالم مطلق لكوكب الكرة الأرضية بكل المشاكل الموجودة. بعدين ما تنساش ان انا قاعد احصر المشاكل اللي دلوقتي موجودة، لان السياسات والاستراتيجيات اللي وضعت من قبل المديرين العموم او الامناء العموم في شك ان كانت كل فترة لها احداثها. احنا في احداث جديدة، احداث سواء كانت زي الازمة الاقتصادية وزي ازمات افريقيا وزي مجموعة مستجدات على الساحة، شيء يعني لازم يخليك تفكر فيه. عشان لأي مدى بتعتقد ان الموقف الامريكي المعلن بانها في حالة ما لو تم ترشيح او انتخاب فاروق حسني امينا لليونسكو سوف توقف تعاملها وتعاونها او ستنسحب من اليونسكو؟ ده الاداره القديمه، والاداره القديمه كان لها توجهات ملهاش نظرات بانوراميه يعني كلها كانت نظرات ضيقه للغايه. النهارده باوباما جاي رجل متفتح جدا. يكفي التصريح اللي عمله او البيان اللي اتكلم فيه عشان على ايران وعلى العالم ازاي يقدر يتعامل معاه. انا عايز اقول انه لا اعتقد ان امريكا انسحبت مره وقعد يجي 18 سنه خارج اليونسكو. اوباما انا لا اعتقد ان هذه العقليه انه ينسحب من مؤسسه زي دي. هل ده تقدير مبني على قراءه ام تقدير مبني على معلومات؟ لا ده تقدير مبني على مسائل عاطفيه. مسائل عاطفية طبعا. ما في شك ان في وقت من الاوقات اسرائيل اشتغلت بقوة شديدة جدا. منظمات دولية في العالم كله اشتغلت يعني هم يعني عندهم كفاءة رهيبة جدا في الاتصال بالمجموعات الموجودة في المناطق المؤثرة، وابتدوا يعني يتجهوا للصحافة ويتجهوا للإدارة ويتجهوا للوسائل دي وتأثير بشكل كبير. طبعا ده معناه ان هو ده تفكير قاصر، لانه هم مش فاهمين طبيعة الشخص. يعني انا لما ابقى انا قدامهم 21 سنة ما ادركوش انه هذا الشخص ممكن يتصرف في مسائل زي دي تبقى ازاي. اذا كنت انا اولا شريف جدا مع موقفي مع القضية وانا بتكلم عن كلام قوي، اكيد هكون شريف جدا مع موقفي وانا في المؤسسة او المنظمة الدولية، لانها ما تقدرش تكون غير كده. على اعتبار انت رئيس منظمة دولية تمثل كافة الاطراف وكافة الدول، وبالتالي بينبغي انك هتكون ومصالحهم عندي ولازم اتعامل معاها بشرف. هل بتعتقد سيد الوزير بان انت اخطأت في التعامل مع ملف اسرائيل او موضوع اسرائيل منذ اللحظة الاولى؟ هل تم ادارة المسألة بشكل صحيح من وجهة نظرك؟ اولا المنطق نفسه، يعني حتى في مجموعات يهودية اللي بتيجي وعايزة تقابلني وقابلتني كتير، يعني مجموعات يهودية من امريكا ومن اوروبا بالذات عايزين يشوفوا الراجل ده، فكانوا بيجوا يتكلموا في حكاية التطبيع الثقافي. هم بيجدوا اولا سلاسة شديدة جدا في مفهوم العمل. يعني وانا يمكن مؤخرا قلت الناس لسه كانوا قريبين، قلت لهم طيب احنا لو كنا طبعنا بقى زي ما انتوا عايزين كنا هنعمل ايه في موضوع غزة ده؟ كل يوم التاني في اضطرابات في المنطقة. يعني التطبيع الثقافي ده
دي الشعوب وليس الحكومات. بالاضافه انه وزير الثقافه ما هوش رئيس المثقفين ولا المبدعين، ده كل واحد حر عايز يروح. احنا ما منعناش حد انه يروح. هل انا في حد جيت قال لي انا رايح اسرائيل قلت له لا؟ مش من حقي، ده حقه وهو حر فيه. وفي النهايه بيجد من المجتمع تعامل معين إذا هو خرج عن التعامل العام من المجتمع. النقطة اللي أنا بركز عليها، هل إحنا محتاجين تعامل مستمر ولا مجرد يتعمل ويقف يتعمل ويقف يتعمل ويقف؟ الثقافة دي سلاح مهم جدا، ده السلاح الشعبي الجبار اللي يؤكد عملية السلام عندما يقام. هو ده اللي يبقى في الحالة دي يعمل لنا جسور حقيقية بين الشعوب، ولا يجب ان احنا في وسط ما هو بيعمل الجسور تهدها بعدوان او بقنابل او صواريخ او الى اخره. لازم يستقر ده عشان الجسور يعني تمتد بشكل مريح ومستمر. هل بتعتقد سيد وزير بأن أنت كنت تعبير صحيح طوال الفترة الماضية عن موقف المثقفين، عن موقف المصريين العاديين في قضية التطبيع، وهل هذا الموقف اختلف نسبيا عندما ترشحت إلى منصب أمين عام منظمة اليونسكو؟ لا أعتقد أنه تغير، بدليل أنا بكلمك فيه دلوقتي يعني. المنطق نفسه موجود، لأنك أنت موجود في مكان لا يمكن تتصرف فيه غير كده، واليونسكو لا يمكن تكون في مكان تتصرف فيه غير اللي المفروض تتصرف فيه. دي مسائل مش محتاجة اطلاقا يعني. قوة الموضوع في ايه؟ في صراحته وعدم الخيانة فيه. وانا بقرا انه انا لما ارى ان في عدو خاين انا ما اتعاملش معاه، انا لما الاقيه صادق حتى ولو ضدي اتعامل معاه، لان في النهاية يعني هيبقى فيه وضوح ويبقى مفيش خسة وما تبقاش فيه أي نوع من أنواع هل وجدت قدر من التجاوب مع تلك الوفود اللي التقيتها من اليهود الأوروبيين أو الأمريكيين؟ طبعا هل وجدت تجاوب كبير وتفهم لأن في صدق فيها يعني. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا كان جودي مرة مجموعة وقالوا لي إن هم شافوا إن إحنا بنرمم أول مرة يعني، فهم قالوا إحنا عايزين متحف للآثار اليهودية المصرية لليهود المصريين. فأنا قلت له اليهود المصريين دول حقيقة ما نقدرش نخبيها طبعا، بل وأنا شخصيا أنا من اسكندرية وتربيت مع يهود وإحنا صغيرين صغيرين. قلت له طبيب العيلة كان يهودي، على الخياطة بتاعت والدتي يهودية، وحتى المجوهرات يهودي مسيو فرحان. إذا بالتالي كل الحاجات دي كانت يعني عندنا جزء من التراث المصري الإنساني إنساني. لكن هل يا ترى في كم من الأشياء تقيم متحف؟ لو عندكم كم، أنا أول واحد هقول مستعد أعمل متحف وليكن سيناجوج من القديم، لأن ده في النهاية وأساعدكم تجوا مزراحي على يعقوب صنوع، على كل اللي اشتغلوا في الثقافة وفي الفن لهم صور ولهم حاجات، انما ده تاريخ ما اقدرش انكره. فهم انبسطوا جدا من الكلام ده على فكره، ان انت حسوا ان انت لا بتتكلم واقع، بتتكلم مظبوط، واحنا مش ضد اليهود. مين احنا ضد اليهود؟ احنا ضد الفعل بيتم، احنا محتاجين لسلام في المنطقه، واحنا ضد اللي بيعترض السلام او بيضع رقيب. هل بتشعر سيد وزير بأنك قدمت في أي مرحلة من المراحل الترشيح لذلك المنصب تنازل أنت بتعتقد أنه ما كان ينبغي عليك أن تقدمه؟ أولا أنا يعني ما عملتش ده لحد دلوقتي، إنما